السلام عليكم ورحمة الله. نستأنف إخواننا الكلام عن فيما يتعلق بشبهات حول الأدارسة، دولة الأدارسة. وكلامنا اليوم سيكون حول نسبة الإمام إدريس ابن إدريس إلى والده الإمام إدريس بن عبد الله. حقيقة الحديث في هذا الأمر هو أمر مضحك، لأنه كما يقال من باب السماء فوقنا، ولكن هناك مجموعة من الأشخاص المغرضين الذين بدأوا يتحدثون بالتشكيك أن الإمام إدريس الأزهر ليس هو الابن الحقيقي للإمام إدريس الأكبر، وهذا كلام خطير جدا. أولا لأن فيه طعن في الأنساب، والطاعن يحتاج إلى حجة، ولا يكفي أبيات من هجاء أو غيره حتى تعتبرها حجة للطعن في شرف الناس وفي نسبة ابن لوالده. وقد اعتمدوا لعبوا بالتواريخ وجاءوا بتواريخ متباعدة، وحاولوا أن يثبتوا عن طريقها ما يزعمونه من هذا الكلام. وحقيقة من أهم ما حاولوا أن يحتجوا به أن الإمام إدريس ابن إدريس الأكبر توفي واستشهد في أوائل سنة 175 كما ذكر النوفلي مؤرخ الدولة الإدريسية، ولكنهم لم يقولوا بأن النوفلي ذكر بأن الإمام إدريس ولد بعد والده ب3 أشهر، إنما ذهبوا إلى جدوى الاقتباس لابن القاضي في القرن العاشر الهجري، والذي أخطأ وقال أن مولانا إدريس بن إدريس ولد سنة 177. فقالوا إذن هناك سنتان بين ولادة الابن ووفاة والده، وهذا كله باطل، لأن جميع المؤرخين، نذكر عبد الملك الوراق، ونذكر النوفلي، ونذكر أبا عبيد البكري، ونذكر كل الذين أرخوا للإمام إدريس، المؤرخين الأوائل الذين نقل عنهم من جاء بعد، كلهم ذكروا أنه ولد بعد 3 أشهر أو 4 أشهر من وفاة الإمام إدريس الأكبر، وهذا هو الطبيعي. والبعض ذكر أنه ولد في حياة أبيه، قالوا عهد إلى ابنه من بعده، وإن كان عهد ممكن أن يعهد إليه وهو لا زال حملا في بطن أمه. وهذا الأمر يعضده أن الإمام إدريس لما ولد لم يكن في غابة، لم يكن لوحده، إنما ولد وهو كان معه أبناء عمومته. يعني الإمام إدريس لما جاء إلى بلاد المغرب كان معه محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل ابن أخيه، وولاه إمارة تاهرت وتلمسان ويعني الجزائر الحالية ما عدا الشمال الذي كان في حكم بني رستم. وكذلك من ضمن الذين حضروا ولادة الإمام إدريس مؤرخ كبير، هو مؤرخ آل البيت داود الجعفري، هو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب، ابن عم الأدارسة، عمه سيدنا علي بن أبي طالب. وكان مع مولانا إدريس، حضر فاس جهاده وجاهد معه وأرخ له، وحضر استشهاده، وحضر ولادة الإمام إدريس وبيعة الإمام إدريس. وأكثر من هذا أنه تصاهر مع أبنائه كما سأقول فيما بعد. داود الجعفري هذا رجع إلى المشرق ونقل أخبار الإمام إدريس إلى الإمام علي الرضا، فقد كان ملازما للإمام علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، ولولده من بعده الإمام محمد الجواد، ثم لولده سيدي علي الهادي، الإمام علي الهادي رضي الله عنهم، وهو الذي أرخ لهم وتوفي. وهذه شخصية مهمة، داود الجعفري، تستحق دراسة واسعة. وجدت في النجف جمع كلام الإمام داود الجعفري من كتبهم، ولكن فيما يتعلق بالإمامية، ولم ينقل من كلامه ما يتعلق بالأدارسة وتاريخ الأدارسة. ولو وقفنا على ما يشفي الغليل فسيكون أمرا محمودا جدا. كذلك كان من ضمن الحضور علماء كبار كعامر بن محمد بن سعيد القيسي، وتحدثنا عنه، الذي كان قاضيا فيما بعد للإمام إدريس الأزهر،
وكذلك كان عمير بن مصعب الأزدي المسمى عليه عين عمير، موجودة إلى الآن في مدينة فاس، وهذا كذلك تصاهر مع الأشراف الأدارسة. وأما عامر القيسي فقد تواتر العلم والقضاء في فاس في ذريته، وترجم لهم الإمام القاضي عياض في المدارك، ترتيب المدارك في رجال الإمام مالك. وكذلك كان من ضمن الفقهاء الكبار الكاتب العالم الكبير عبد الله بن مالك الأنصاري الخزرجي المالكي. وهؤلاء كلهم تلامذة الإمام مالك، يعني يضافون إلى ما تحدثنا عن مذاهب الأدارسة. فهؤلاء شهدوا ولادة الإمام إدريس. ولو كان الإمام إدريس ليس له ابن من صلبه حقيقة، لا نقلت الخلافة إلى محمد بن سليمان، إلى ابن أخيه. لماذا سينتظرون أن يكبر ابنه ويبايع؟ وأبناء محمد بن سليمان كلهم كانوا ملوك على مناطق في الجزائر المسمى الآن الجزائر المغرب الأوسط، وكلهم كانوا يعطون البيعة للشريف الإدريسي في مدينة فاس. فأعطوا البيعة لمحمد بن إدريس، وأعطوا البيعة ليحيى بن محمد بن إدريس، ولعلي بن محمد بن إدريس، وليحيى بن يحيى، وهكذا. فمن المكابرة أن يطعن في نسب الإمام إدريس. أولا، هو ولد بعد 3 أشهر إلى 4 على الصحيح. ثانيا، لم يقل أي مؤرخ من المؤرخين أنه ولد بعد 11 شهرا أو سنتين. هذا لم يقله أحد، هذه كذبة. يعني أن تسمع هذا الكلام فأكون على يقين أنه كذب. وأكثر من ذلك أن هؤلاء السادة تصاهروا مع الأدارسة فيما بعد. يعني مثلا فاطمة بنت محمد بن سليمان تزوجت من محمد بن إدريس بن إدريس، وأنجب منها. وكذلك زينب بنت عبد الله بن داود الجعفري تزوجت من عمر بن إدريس. فكانت بينهم مصاهرات، وحتى ذكر المؤرخون بأن ذرية داود الجعفري توجد في مدينة فاس، وأن لهم مكانة وأن لهم اعتبارا في مدينة فاس. وأكثر من ذلك أن داود الجعفري أثنى على الإمام إدريس، وأثنى على جماله وعلى شدته وعلى بأسه، وكيف كان يخوض المعارك بكل قوة. الإمام إدريس الأصغر والإمام إدريس الأكبر، ولكن خاصة الإمام إدريس الأصغر، حتى إنه قال فيه: قال: كنت معه في المغرب فما رأيت أشجع منه ولا أحسن وجها. و... ولما نقل أخباره إلى الإمام علي الرضا عليه السلام، قال الإمام الرضا: كان نجيب أهل البيت وشجاعهم، والله ما ترك فينا مثله. يعني كان وما زال، حتى يعني لأنه يسكن في الغرب، فاعتبر أنه ما ترك في المشرق من آل البيت مثله. وهذا دليل على اعتراف سادات آل البيت بالإمامة للإمام إدريس. عندما يقول ما ترك فينا مثله، فهذه شهادة عظيمة من الإمام الرضا عليه السلام. هذا ما أحببت أن ألخصه. وحقيقة يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، لأن هذه الشبهة هي شبهة مدحوظة جدا، وتعتبر يعني إساءة كبيرة، ليس في حق الإمام إدريس الأزهر فقط، ولكن في حق جميع الأشراف الأدارسة، لأن كل الأشراف الأدارسة إنما هم نسل الإمام إدريس ابن إدريس. وهذه دعوة كما يقال: والدعاوى ما لم تكن لها بينات فأصحابها أدعياء. والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأظن أن ما ذكرته كاف جدا، ومن أراد التوسع فليرجع إلى ما كتب من الكتب الواسعة التي أشرت لها في المحاضرة الأولى. أشكركم جزيل الشكر، وفي انتظار أي استفسارات أو أي أسئلة منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى مجلس الغد إن شاء الله.